السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع تسويقك لنفسك وتسويقك لخدماتك وانك تعرف الناس اللي انت بتقدم خدمة معينة بقى حاجة ضرورية جدا ومهمة جدا تعملها. طيب ممكن تعملها من على الفيسبوك، ممكن تعملها من على الواتساب، ممكن تعملها من خلال دايرة معارفك، اصحابك اللي على القهوة، الناس اللي شغالة معاك في الموقع، مفيش اي مشكلة. ولكن احنا في تطبيق خدمات، عملنا تطبيق خدمات وتطبيق مخصص للصناعية بيمكنك انك تعلن عن خدماتك، عن كل الخدمات اللي انت بتعملها. بتعمل اعمال سباكه، اعمال نقاشه، اعمال كهرباء، اي اعمال بتعملها في مجال التشييد والبناء تقدر تعلن عنها في تطبيق خدمات. بتسجل الاكونت بتاعك وبتعمل تعديل الملف الشخصي زي ما هنوضح في الفيديو اللي تحت، وتسجل كل الحاجه بتاعتك، صورتك الشخصيه والوصف اللي انت شغال فيه، تكتب وصف عن شغلك، ممكن سابقة اعمالك، تقول اشتغلت مع كذا وكذا وكذا وكذا، تكتب رقم تليفونك، المكان اللي انت شغال فيه والمهنه بتاعتك، وكل التفاصيل دي بتبان في البحث مع العملاء اللي عايزين حد بيقدم الخدمه اللي انت بتقدمها. كمل معانا الفيديو للاخر ان شاء الله، وهنعرف ازاي نقدر نستخدم تطبيق خدمات في التسويق. تطبيق خدمات تطبيق جديد بيساعد المتخصصين ان هم يعرفوا الناس بيهم، ويعرفوا الناس بشغلهم، ويعرفوا الناس بارقامهم وطريقه التواصل معاهم. طيب حضرتك كمتخصص تقدر تنزل تطبيق خدمات منين؟ من خلال جوجل بلاي. نفتح جوجل بلاي اب ستور هنا ونبحث عن خدمات 5ADAMAT ونسيرش. تطبيق خدمات موجود هنا. نفتح التطبيق، طبعا انا مدونه فتقدر تفتح التطبيق على طول. حضرتك لو مش لسه منزلتش التطبيق تقدر تنزله من خلال جوجل بلاي مجانا تماما، وتقدر تعمل التطبيق انستول واوبن. طيب انا دلوقتي راجل سباك وعايز اعمل اكونت ليا على التطبيق، اعمل ايه؟ طيب دلوقتي انا عايز نزلت تطبيق خدمات وعايز اسجل عليه عشان اعرض خدماتي على الناس. ده اللي هنعرف هنعمله ازاي دلوقتي ان شاء الله. طيب اول حاجه هندخل على كلمه تسجيل دخول مكتوبه فوق هنا ديت، ونكتب انشاء حساب، نضغط على انشاء حساب. انشاء حساب بيطلب منك 3 معلومات اساسيه، وهي الاسم ورقم الموبايل وكلمه المرور. اول حاجه الاسم، محمد محمود ولنقل يعني. رقم الهاتف وكلمه السر اكتبهم واسجلهم، وبعدين هاجي افتحها تاني ان شاء الله. طيب تمام كده، انا كتبت الاسم ورقم التليفون والباسورد، بعدين اضغط على انشاء حساب. هيحولني لصفحه تسجيل الدخول. بكل بساطه هكتب رقم التليفون بتاعي واكتب الباسورد اللي انا كتبته، وبعدين اضغط على دخول. دلوقتي احنا بقى لينا اكونت على او صفحه شخصيه على تطبيق خدمات، بحيث استخدمها في عرض خدماتي. طيب دلوقتي انا سجلت بس رقم التليفون، ايه الحاجه اللي ممكن اعملها تاني؟ طيب اول حاجه نبدا في تعديل الملف الشخصي. تعديل الملف الشخصي من علامه الترس ديت نضغط عليها، هيجي لك خيارات: تعديل الملف الشخصي، تعديل المعرض، احصائيات، توثيق الحساب، تغيير كلمه المرور، تسجيل الدخول او الغاء. الغاء دي طبعا بيقفلها يعني. فهنضغط على علامه الترس اللي فوق ديت، ونضغط على كلمه تعديل الملف الشخصي. طبعا توثيق الحساب دي حاجه مهمه جدا جدا، ان شاء الله هنتكلم عنها في فيديوهات تانية، فتقدر تتابعنا هنا على القناه بحيث لما نتكلم عنها ان شاء الله تبدا توثق الحساب بتاعك. طيب بالنسبه لتعديل الملف الشخصي نضغط عليها، هيفتح معانا صفحه لاستكمال البيانات. استكمال بيانات، ايه هي البيانات اللي انا هستكملها؟ فوق اهو بيقول لك باستكمالك لهذه البيانات تتمكن من الظهور للاخرين في نتائج البحث. بمعنى ايه؟ ان حضرتك لو كتبت رقم تليفونك واسمك وخرجت من التطبيق، فانت كده مش هتظهر في اي نتائج، لان انا ما اعرفش او التطبيق ما يعرفش مين حضرتك وبتقدم خدمه ايه. فدلوقتي في تعديل الملف الشخصي هنعدل ونكتب ونحدد الحاجه اللي احنا عايزينها. طيب دلوقتي احنا دخلنا وعملنا الاكونت الشخصي بتاعنا وضفنا رقم التليفون والاسم والكلام ده كله. طبعا بدون تعديل الاكونت الشخصي بتاعك وتوضيح التخصص والمهنه والبلد اللي انت شغال فيها والكلام ده كله، انت مش هتظهر في محركات البحث او في محرك البحث بتاع التطبيق. فدلوقتي حضرتك من خلال صفحه تعديل الملف الشخصي تقدر تسجل التخصص بتاعك. طيب ايه هي التخصصات؟ مثلا ايه؟ تشييد والبناء. تمام. طيب بعد التخصص بنختار المهنه. طبعا كل تخصص من التخصصات هيفتح لك مهن مختلفه. احنا هنختار المهنه ونختار كهربائي. جميل. وهنيجي في المحافظه هنقول ان احنا من الدقهليه، والمدينه المدن بتاعتنا هنقول ان احنا في طلخه. تمام. طيب الموقع ده لو حضرتك ليك ايميل او حاجه زي كده وعايز تكتبها ممكن تكتبها، يعني مثلا ولنقل مثلا هنكتب @gmail.com. فده ايميل بتاعي مثلا، ولنقل مكتوب على الصفحه. مواعيد العمل حضرتك اكيد يعني مش كل الناس بتشتغل طول الاسبوع، ولكن هنختار الكل وبعد كده نختار نشيل الجمعه.
جميل. ملاحظات مواعيد العمل، ممكن تقول مثلا العمل من الساعة 8 صباحا، أو العمل من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء. تمام. فبالتالي انا كتبت كده ساعات العمل وعملت ملاحظه في ساعات العمل. بعد كده بقول لك ادخل بعض الكلمات المفتاحيه التي تساعد الاخرين على العثور عليك بشكل افضل. طيب ايه هي الكلمات المفتاحيه ديت؟ دي تاج نمبر او كلمات البحث اللي ممكن الناس تبحث عليها على حضرتك من خلالها. احنا قلنا ان محمد محمود ده راجل كهربائي شغال في التشييد والبناء، فبالتالي تبقى الكلمات المفتاحيه بتاعته مثلا ولنقل كهربائي. عشان نضيفها نضغط 2 مسطره. بالشكل ده احنا محمد محمود حددنا له الاربع او الخمس تاج نمبر اللي ممكن يتبحث عنهم في الجيم ده. طيب اضف المزيد عن كده لو انت عايز تكتب عن نفسك، يعني ممكن تقول مثلا اعمل فني لاعمال التأسيس والتشطيبات لاعمال الكهرباء، وقد تعاملت مع العديد من اصحاب العقارات ومقاولي التشطيبات. طيب بكده انت بقى في كلام عنك. طيب ممكن ننزل كمان ونقول مثلا للتواصل، ونقوم كاتبين مثلا رقم التليفون هنا تاني، ولو في رقم تليفون تاني لحضرتك زي مثلا 010 كده نكتب رقم تليفون تاني. لو في رقم تليفون تاني لحضرتك كده، لو في منهم واتس او موبايل ممكن توضح هنا برضو في الكلام ده. كده احنا كتبنا كل المعلومات عن محمد محمود ما عدا حاجه واحده بس، وهي الصوره الشخصيه. فهنضغط على اختار صوره ديت ونختار صوره ونرجع لكم تاني. طيب احنا اخترنا صوره هنا اهوت، وننزل بقى نضغط على حفظ التغييرات. دلوقتي محمد محمود الاكونت بتاعه بقى اكونت كامل ورسمي وموجود على الموقع. كهربائي اعمل في اعمال، دي الوصف اللي احنا كتبناه عنه، موجود في طلقه في الداهليه، وده رقم الجيميل بتاعه او الموقع بتاعه اللي هو عايز يعمله. ممكن تحط هنا على فكره اللينك بتاع صفحتك على الفيسبوك بحيث يوصل لك مباشر. ممكن تحط اللينك بتاع الاكونت بتاعك على التيك توك لو انت شغال تسويق عليه. ممكن تحط اللينك بتاعك على اليوتيوب، ممكن تحط اي لينك انت عايز تحطه في المكان ده. تمام. رقم التليفون والاعمال. طبعا رقم التليفون ده احنا موفرين رقم تليفون واحد وده الاساسي بتاعه او الاولاني، فانت تقدر حضرتك باين هنا اهوت للتواصل، ورقم التليفونين موجودين هنا اهو. تمام. ودي التاج نمبر اللي احنا قلنا عليها او معاملات البحث اللي احنا قلنا عليها اللي ممكن نضغط عليها فيظهر في الشكل ده. طيب احنا بكده عرفنا ازاي نسجل على تطبيق خدمات، وازاي نقدر نعرض خدماتنا، وازاي نقدر نظهر في محرك البحث بتاع التطبيق، واللي من خلاله بنقدر نوصل لعدد كبير جدا من الناس العملاء المهتمين بالخدمه بتاعتنا واللي بيدوروا عليها. تمام. تابعنا هنا على القناه وتابعنا في الواتساب وعلى الفيسبوك، عشان ان شاء الله اي تعديلات فتنزل في التطبيق هنعلن عنها، وهنعمل فيديوهات اكتر عن ازاي تسوق لنفسك وازاي تنشر الاكونت بتاعك وازاي تعمل براند شخصي بيك في المهنه بتاعتك. تابعني هنا على الصفحه بتاعتي على اليوتيوب، واحنا ان شاء الله مع بعض هنعرف ازاي نقدر نوصل لاكبر عدد من العملاء خلال وقت قليل وبأقل تكلفه. يلا سلام.